قال فوزي الأقجع أمام البرلمان. فوزي الأقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قال: لم نفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء. وقال: عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة ب2% سنويا سيكون تأثيره الشهري هو درهمان سنة 2024، على اعتبار أن 66% من المستهلكين لا تتجاوز فواتيرهم الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعًا بقيمة درهم واحد سنة 2024. وحسب ما نشرته جريدة هسبريس نقلا عن فوزي الأقجع، قال: فيما الفئة الثانية تمثل 17% سترتفع فاتورتها سنة 2024 إلى 2.30 درهما، وأنها بالنسبة للدولة تخلق لها عجزا بالميزانية، خصوصا المكتب الوطني للماء والكهرباء. أما القيمة المضافة على الماء فسترتفع ب16 سنتيما و28%، ستتحمل زيادة قدرها 60 سنتيما. وختم القجع: إذا كنتم تعتقدون أن 16 سنتيما ستضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإذا حذفناها ستحافظ عليها، فالحكومة متفقة قبل أن يطالب النواب بقول الحقيقة للمواطنين. وتابع: 13% من المستهلكين يستهلكون ما بين 20 و 35 مترا مكعبا في الشهر، أي ما يعادل 26 مرة أكثر من معدل الاستهلاك العادي للمغاربة، وهذا يجعلنا نتحمل عجزا ب7 ملايير درهم سنويا.